جمعت لكم اجمل 8 افكار من اعاده تدوير الكرتون، كلهم احلى من بعض وسهلين جدا جدا في منتهى الجمال. شوفوا ازاي عملتهم. لأول فكرة بقى استخدمت هنا كده فيها علبة كريم كراميل كرتون، كمان ممكن تستخدموا علب الجيلي. قصيتها على شكل مثلث من فوق كده وعملت لها فاصل من جوه. بعدين بدأت كده ان انا اغلفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، استخدموا اي حاجة تحبوها في التغليف. بعدين بدأت كده ان انا اعمل لها حاجات عشان تبان زي شكل بيت يعني، وطلع شكلها بجد في منتهى الجمال. واحلى حاجة فيها ان هي من غير نقطة شمع خالص، عملتها بس بالطيب الشفاف، بجد روعة. تاني فكرة بقى قعدت فيها استخدام علب الشاي الكرتون. استخدمت هنا كده علبة شاي كرتون، بدأت كده ان انا اقفل الجزء اللي فوق ده كده بالشمع وعملت لها باب. بعدين هبدأ كده ان انا اغلفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. استخدمت برضو الجلو ستيك. بعدين جبت قطعة كرتون غلفتها برضو عشان هنقسم العلبة من جوه، ثبتهم كده. وبعدين عملت كده الجزء ده عشان يبان شفاف وعملت لها مقبض، وطلعت بجد في منتهى الجمال وبتنظم ادوات جميله جدا جدا، وتتحط بقى على المكتب ومتاخدش مكان خالص، بجد في منتهى الجمال. الفكره دي بقى مخصوصه للمحجبات ومن اعاده تدوير رولات المناديل. استخدمت فيها هنا كده رول مناديل، بدات ان انا اغلفه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا طريقه التغليف دي مهمه جدا ولازم يطلع الفينش في الاخر شكله حلو. الزيادات دي انا مش هشيلها يعني، بدات كده ان انا اقصها بالمقص بحيث ان انا ادخلهم جوه عشان يبان التقفيل شكله حلو ونضيف بالطريقه دي كده. عملت 4 كمان بنفس الطريقة بالظبط. دلوقتي بقى بدأت ان انا اجمعهم كده تحت بعض بالشمع كويس جدا بالشكل ده. وبعدين هبدأ كده ان انا ازينها باستخدام فيونكات من شريط ستان لونه ابيض بالشكل ده. واستخدمت هنا كده شماعة بلاستيك هثبتها فوق. طلعت بجد في منتهى الجمال وبتنظم طرح كتير جدا. من هنا ورايح بقى مفيش كركبة تاني للطرح في الدولاب. شكلها بجد في منتهى الجمال وعملية جدا، بجد تحفة. رابع فكرة بقى عملت المقلمة التحفة اللي انتوا شايفينها دي من اعادة تدوير الكرتون. استخدمت كراتين بالمقاس ده، بدأت كده ان انا اثبتهم جنب بعض بحيث ان انا اسيب مسافة صغيرة متساوية ما بينهم بالشكل ده كده. بعدين هبدأ ان انا اغلفهم. استخدموا اي حاجة تحبوها في التغليف برضو. انا هنا غلفت بالجلو ستيك بالورق الوردي ده. دلوقتي بقى استخدمت كرتونة مربعة بالمقاس ده، قسمتها بالنص وغلفتها وثبتها كده في زوايا المقلمة. بعدين بقى زينوها بأي طريقة انتوا حابينها وعملت لها مقبض في الاخر. طلعت بجد في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين، واسعة قوي من جوه، بجد شكلها حلو قوي قوي، لازم تجربوها. الفكرة الخامسة بقى عملت فيها حامل موبايل القمر ده من اعادة تدوير الكرتون بس. استخدمت كراتين بالمقاسات دي زي ما انتوا شايفين، واحدة للقاعدة و2 عشان نعمل بيهم المسند من فوق. استخدمت الكرتونة الكبيرة عملت فيها تقسيمة من النص كده من غير ما افصلهم على بعض، والصغيرة برضو بنفس الطريقة. بعدين غلفت الكرتون زي ما انتوا شايفين بالجلو ستيك، وهثبتهم كده على القاعدة في الاخر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بالشمع وزينتها. طلع شكلها تحفة بجد، تقدروا بقى تثبتوا عليها التليفون بأي وضعية. سادس فكرة بقى بجد خطيرة من إعادة تدوير علبة نشا كرتون. استخدمت فيها علبة النشا، بدأت كده إن أنا أقصها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده بالظبط. بعدين غلفتها بورق تغليف بالطريقة دي. طبعا ناخد بالنا من الفينش بالشكل ده كده. بعدين بقى زينتها بالصراصات وعملت لها كده فيونكة، وطلعت بجد في منتهى الجمال وشكلها شيك قوي. وسابع فكرة بقى من إعادة تدوير بكرة التيب اللي احنا كلنا بنرميها. بجد الفكرة دي تحفة قوي. استخدمت فيها بكرة تيب وقفلتها من تحت كده بدايرة بلاستيك. دلوقتي بقى بدأت كده ان انا اثبت عليها عصيان خافض اللسان، او ممكن كمان تجمعوا مجموعة من عصيان الايس كريم وتثبتوهم عليها بالشكل ده. زينتها بقى كده بفيونكة وطلع شكلها في منتهى الجمال. كمان خليت الورد بينور، بجد شكلها تحفة قوي وشيك جدا جدا. واخر فكره معانا بقى من اعاده تدوير علب المعجون. الفكره دي بجد خطيره. استخدمت علبه معجون قسمتها بالنص، بدات كده ان انا اثبتهم في بعض، وعملت 2 كمان بنفس الطريقه. دلوقتي بقى بدات كده ان انا اغلفهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بالجلو ستيك برضو. وبعدين زينتها كده، زينوها بقى باي طريقه انتوا حابينها، وطلعت بجد في منتهى الجمال. تقدروا تستخدموها للتسريحه او للمكتب، شكلها تحفه. ما تنسوش بقى تقولوا لي اي فكره عجبتكم اكتر.